يا مساء الورد على عيونكم. طبعا مش محتاجة اقول ان انتوا وحشتوني جدا. النهاردة هنتكلم في حاجة مهمة جدا جدا جدا، ومفيش حد ما بيبقاش عايز يعمل الحاجة دي. ايه هي بقى؟ وهي ان احنا بيكون عندنا حاجة نفسها تتحقق قوي. قضاء بقى، اي حاجة نفسك تتحقق في الدنيا، ومش لاقي حل، مش عارف تعمل ايه. خلاص انتهت حلول الارض زي ما بيقولوا. وساعتها بقى لما بنقول انتهت حلول الارض بنقول برضو وتبقت حلول السماء. النهاردة هقول لكم على حاجتين بس نركز فيهم قوي، نعملهم. اول ما هنعملهم باذن الله اي حاجة هتكون ليكوا نفسكوا تحصل لكم، اي قضاء حاجة عايزينها تحصل هتحصل باذن الله طبعا. بس بعد الحاجتين دول ما هنعملوهم. الحاجتين دول ده مش كلامي انا، ده كلام دكتور هالة. الحاجتين دول كلام الانبياء والرسل، كلام العلماء والفقهاء والحديث والقرآن، يعني كله ذكر الحاجتين دول. وبجد الحاجتين دول مهمين جدا 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 يعني، وما فيش اسهل منهم. وطبعا سجلت لكم كل ده في السكتش بتاعي القمر عشان ما انساش اي حاجه، لاني انا لخصت لكم كتير قوي، فمش عايزه انسى اي حاجه وانا بتكلم معاكم. طيب، لو حد فينا ليه حاجه عند ربنا ونفسه تتحقق، ايا كانت ايه بقى، وظيفه، يجيب مكان جديد، يسافر، يتجوز، اي حاجة ونفسه تتحقق، هنعمل الحاجتين دول كفيلين ان هما يخلي اللي نفسك فيه يتحقق بجد يعني بإذن الله طبعا. طيب، اول حاجة قضاء الحاجات والتخلص من كل الأسباب الدنيوية الأرضية من قلبك. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ طيب، عشان نفهم الموضوع ده هحكي لكم قصة بسيطة قوي. صلاح الدين الأيوبي، طبعا احنا عارفين ان هو حارب الصليبيين وطردهم وقعد في الحرب دي فترة كبيرة قوي، مدة سنتين. تمام، يحارب في الصليبيين لغاية ما كرشهم، وطبعا أخد منهم بيت المقدس والكلام الجميل اللي احنا عارفينه. ولكن بعد سنتين حرب وسنتين معاناة، الصليبيين بعد ما مشيوا بعدها فترة قليلة جدا بعتوا جواب ان هم هيرجعوا تاني ويستردوا كل اللي اخدوه، كل يعني اللي صلاح الدين اخده منهم. فطبعا صلاح الدين لما وصلوا الجواب او الخطاب ده، طبعا بدأ تاني ان هو يجمع الامراء والملوك، ويبدأوا بقى تاني يشوفوا ايه الخطة اللي هيعملوها وازاي يتغلبوا عليهم للمرة التانية. ولكن لما صلاح الدين جمع الامراء والملوك كان شايف عليهم التعب والحسرة والكسل والمعاناة، اللي هو انت عارف يعني ايه سنتين بتحارب حد وفي الاخر هيرجع لك تاني. فاللي هو انت تعبت، انت بجد تعبت. فبدأ ان هو مش يلاقيهم مش متحمسين. طبعا انا اسفه عن اي ازعاج، لاقيهم مش متحمسين زي ما هو كان عايز. فطبعا اتضايق جدا. طبعا لما اتضايق جدا، ما كانش قدام منه غير ان هو يروح للقاضي الشيخ اللي هو الاكبر منه، ويروح يسأله يقول له اعمل ايه. فالقاضي ده كان اسمه القاضي ابن شداد. المهم راح له وراح قال له حصل كذا كذا وانا مش عارف اعمل ايه، وانا كده يعني هم بالعزيمة اللي فيهم دي اكيد هنخسر. فقال له عليك بثلاث امور قلبية، 3 امور تعملهم كده من قلبك وسيب الباقي بقى على ربنا. قال له اول امر الاخلاد الى الله، تاني امر الانابة الى الله، تالت امر الاعتماد على الله. وقال له على دعاء عايزاكم تكتبوه الدعاء ده. قال له ادعي الدعاء ده لربنا يعني بعد ما تعمل ال3 امور القلبية دي. وهعرفكم ايه معنى ال3 امور اللي هو قالهم، هشرحها لكم. الدعاء بيقول ايه بقى؟ بيقول اللهم قد انقطعت الاسباب الدنيوية ولم يبقى الا الاخلاد اليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك يا الله، فأنت وحدك حسبي ووكيلي.
تمام. طيب يعني ايه الاخلاد؟ الاخلاد احنا دايما لما بنقول الحاجة دي خالدة يعني باقية او موجودة او بقالها فترة طويلة. وطبعا احنا هنا عارفين ان لا خالد الا الله، يعني الكمال لله وحده. تمام. طيب معناها ايه الاخلاد لله؟ يعني معناها التصق بالله كده. يعني بص، خليك دايما اي حاجة تبقى نفسك فيها اول حاجة تفكر فيها مش الاسباب الارضية والدنيوية، انا هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا، لا. ادعي ربنا قبل اي حاجة، ادعي ربنا، وكل امرك لله قبل اي حاجة. تمام. طيب يعني ايه الانابة؟ الانابة دي بقى يعني معناها قوي قوي. بصوا يعني ايه عبد منيب؟ العبد المنيب هو اللي بيسرع بعد اي ذنب يعمله، بيسرع لربنا. عادة أي شخص عادي، أي شخص مؤمن عادي لما بيعمل ذنب قد يطول في الذنب ده، ممكن يقعد أسبوع، أسبوعين، شهر، سنة، 40 سنة، زي إخوة يوسف كانوا الذنب اللي عملوه قعدوا فيه 40 سنة. ولكن الشخص المنيب أو العبد المنيب هو اللي يعمل بس الذنب اللي هو امبارح، لا ما يبقاش قادر ان هو ينام، وما يبقاش كده ويبقى دماغه رايحة وجاية، ولا وتاني يوم يستغفر لربنا ويبعد بعيد عن الذنب. وعلى فكرة العبد المنيب ده بيبقى ليه مكانة كبيرة جدا وعالية جدا، وهو ما بيبقاش كده لوحده، لا هو بيبقى من كتر ما هو عارف قدرة وعظمة ربنا، فبيبقى خلاص خايف مرعوب، لا انا ازاي هفضل كده عامل ذنب كده وساكت وعادي. تمام. هي دي الإنابة إلى الله. يبقى الإخلاد إلى الله إن أنت دايما تكون ملتصق بربنا، دايما في أي حاجة تلجأ لربنا الأول. ال الإنابة إلى الله إن هو أنت مجرد ما تعمل أي ذنب حتى لو كان صغير تجري على ربنا، تجري كده وتستغفر، تصلي، تدعي ربنا إن هو يعينك إن أنت تبعد بعيد عن الذنب ده، وربنا قادر على كل شيء على فكرة يعني. تالت حاجة الاعتماد والتوكل على الله. طبعا اليوم ده صلاح الدين كان يوم جمعة، فالقاضي ده طلب منه ان هو يروح يصلي ركعتين قضاء حاجة، وده برضو عايزاكم تعملوه، ويدعي الدعاء اللي احنا قلناه بعد ما يكون قلبه كده عمل الثلاث امور القلبية ومخلص كده لله، ما يكونش فيه ذنب مثلا في قلبه، ما يكونش فيه ان هو مش مقصر مع الله في حاجة، لا ويتوكل كده كل التوكل كده، يرمي كل حاجة على ربنا. وطبعا صلاح الدين عمل كده فعلا، صلى ركعتين قضاء حاجة ودعا بالدعاء اللي احنا قلناه، وكمان طلع صدقة بنية تيسير الأمر ده. طبعا احنا قايلين كتير قوي قوي في كذا حلقة الصدقات مهمة جدا يا جماعة، الإطعام مهم جدا، الحاجات دي بجد بتسهل الأمور، بتحلل. على فكرة مش لازم زي ما كل مرة بقول لكم مش لازم تعملوا إطعام لكذا حد، ل20 فرد، انتوا ممكن تعملوه لفرد واحد بنية حاجة انتوا عايزينها تتحقق. فالإطعام، الصدقات مهمة جدا في تيسير الأمور. طبعا تفتكر بعد ما انت بتصلي ركعتين لله وبتدعي الدعاء الجميل اللي احنا قلناه، وبتروح لربنا كده وانت متوكل ومعتمد عليه وخلاص، ورامي حمولك بقى على ربنا، وانا خلاص انا خلصت حلول الارض يا رب، خلصت الاسباب الارضية. تفتكر ربنا هيخيب ظنك؟ تفتكر ربنا ممكن بعد ما ترفع ايدك وتدعي يخيب ظنك؟ مستحيل، والله العظيم مستحيل. ليه بقى؟ لان ربنا عمر ما حد يرفع ايده ويسأله في حاجة وربنا يرد له ايده دي كده صفر، ان هو ما يخيب له ظنه، مستحيل. لازم حاجة هتحصل، لازم تحقيق رغبتك هيحصل. خلينا عارفين ومتأكدين كده وفاكرين ونتذكر مع بعض يعني ان ربنا من الاسماء الحسنى اللي مسمى بيها الله عز وجل الاول والاخر. يعني ايه الاول والاخر؟ الاول وهو اسم الله الاول يعطيك اسباب. يعني ايه بيعطيك اسباب؟ يعني مطلوب منك تروح تشتغل، تروح تعمل سيفا،
الاول ده اللي هو انت بتعمل بالاسباب اللي ربنا طلبها منك ان انت تسعى وتعمل اللي عليك. طيب والاخر بقى ده ان هو بيعطيك الفايدة من الاسباب دي، يعني بينفعك بالاسباب دي. يعني انت عملت حاجة فقصاد منها بتلاقي نفسك اتقبلت في الشغل، بتلاقي نفسك حاجة حصلت لان انت عملت بالاسباب في الاول. طيب ساعات احنا بنعمل بقى كل ده ومع ذلك ربنا ما بينفعناش بالاسباب. يعني معناها ان مثلا انا رحت عملت انترفيو وساعات كتير قوي في الشركة دي، وفي الاخر الاقي السبب او النتيجة اللي المفروض احصل عليها ما بتحصلش، ما بتقبلش، بيرفضوني، ما بلاقيش الحاجة اللي انا عايزها. طب ليه بقى؟ لاني ساعتها ربنا بيكون عارف حاجة احسن، عامل لك حاجة احسن، شايل لك حاجة احسن. طب ليه بقى؟ لان ربنا بيدي من غير اسباب، وربنا بيدي حتى لو الاسباب دي مقطوعة، وربنا بيدي حتى لو هتجيلك مع عدوك الاسباب دي. يعني انت عدوك يبقى بيعمل حاجة تضرك وتيجي انت في صالحك، هل ده بسبب مين؟ بسبب ربنا. انت ممكن تبقى شايف ان الحاجة دي مستحيل مستحيل تحصل، مستحيل، وتلاقي ان هي حصلت. احكي لكم قصه حلوه لسه سامعاها. كان في حد ما كان شغال، وبعدين كان متزوج ومعاه اولاد، وكان شغال هو ممثل يعني، فكان شغال في التمثيل. وبعدين جت عليه فتره مفيش شغل. يعني خلاص بقى انتوا عارفين الممثلين مش طول الوقت يعني ايه بيبقى معاهم شغل، فما فيش. فالراجل ده بيحكي وبيقول ان هو كان محتاج فلوس ضروري جدا جدا، ومش عارف يجيب الفلوس دي منين، ومش عايز يستلف. فبيقول ان هو صلى الفجر وصلى ركعتين لله بعد الفجر، كان بيدعي ربنا يا رب اكرمني بفلوس. وقعد وقتها يعيط كتير جدا، يا رب انا مش هستلف من حد، انا مش عايز اخد من اي حد، انا عايز منك انت يا رب اكرمني. وقعد يعيط وقعد يقول يا رب انت عارف انا متزوج ومعايا اطفال، وانت عارف المصاريف كتير، وانا محتاج شغل ومش عارف اعمل ايه. بيقول ان هو نام، وبعدها تاني يوم صحى. فقال يروح ايه الاذاعه والتلفزيون يكونوا محتاجين حد، حتى اللي هو ايه يعمل لقاء اي حاجه. فلما راح قبل واحد كان بقاله كتير جدا ما شافهوش، واول ما شافه قال له عامل ايه ومش عارفه ايه، بقولك ايه احنا محتاجين حد في شغل معانا، وانا هخلي اللي هو الحد ده يكلمك. فهو افتكر ان ده مجرد كلام ولا حاجة، والكلام ده كان الساعة 10 الصبح. فبيقول بعدها روح البيت لقى الشخص ده بيكلمه وبيقول له احنا محتاجينك في مسلسل 30 حلقة، وكمان في دبي، يعني مش هنا. فبيقول كان بيعيط من كتر الفرحة، اللي هو يا رب إن ده انت ما استنيتش حتى تاني يوم، يعني حتى يا رب ما استنيتش بعدها حتى بفترة. فبجد اخلصوا الدعاء لله، صلي ركعتين كده قضاء حاجة، ادعي بنية ان انت خلاص انت مش شايف لها حل، اتقفلت. كام حد فينا بيبقى شايف ان هي خلاص اتقفلت من كل حل، من كل حاجة، ملهاش حلول، ملهاش اي طريق تاني، خلاص هي كده مفيش حلول. بس بجد صلي، اعمل صلاة الركعتين قضاء لله، وبجد هتحس بالفرق. من الاخر بقى والاختصار المفيد لحلقة النهاردة، لو عايز حاجتك تقضى، او لو عايز الحاجة اللي انت نفسك فيها تحصل عليها، اعمل ايه؟ زي ما قلنا هنعمل حاجتين بس، تمام؟ الحاجتين اللي احنا قلنا عليهم. اول حاجة ان انا هعمل زي ما انا قلت، هروح كده ربنا بقلب طيب وبقلب سليم، حتى لو انا كنت بعمل ذنوب، حتى لو انا ذنوبي قد كده، حتى لو انا منقطع عن الصلاة، حتى لو انا بقطع في الصلاة، حتى لو انا غافل عن ربنا، حتى لو انا الدنيا لهياني عن ربنا، هروح لربنا برضو، هروح لربنا وادعي واتذلل كده لربنا. ربنا الوحيد اللي انت تتذلل له ويرفعك لأعلى سما، يرفعك ويعزك وينصرك.
اتذلل كده لربنا، ادعي له يا رب انا محتاج الحاجة دي، يا رب انا محتاج اوصل للحاجة دي، انا محتاج السفرية دي، انا محتاج البني ادمة دي ان انت تيسر لي الامر وتزوجها، انا محتاج الشغل ده ان انت تيسر لي الامر ويقبلوني، انا محتاج الترقية دي، انا محتاجة اجيب الشقة دي. ادعي ربنا بقلب منيب، صلي ركعتين لله واسجد كده كتير وادعي كتير لربنا، وانت قلبك ونيتك وتوكلك كده كله على ربنا بتدعي، وانت 1,000,000% متأكد ان ربنا مش هيردك خايب. حتى لو الحاجة اللي بتدعي بيها دي مستحيلة، ربنا اصلا رب المستحيلات ورب المعجزات، فما تفتكرش ان في حاجة مستحيلة. احنا في دنيا، يعني كل ده هين على ربنا، كلها في الاخر مجرد دنيا، يعني كل ده ولا حاجة بالنسبة لربنا. فادعي، صلي، ادعي الدعاء اللي احنا دعيناه. كل ده اول خطوة تعملها. طب ايه تاني خطوة؟ قضاء حاجة الناس. يا جماعة مهم جدا جدا قضاء حاجة الناس. ما تخليش حد يجيلك وترده خايب، ما تخليش حد يجيلك وان انت ما تحاولش تساعده. حتى لو انت مش هتقدر تساعده، حاول، اسعى في الارض ان انت تحاول تساعده، حاول ان انت توصله حتى لحد يساعده. محدش يجيلك وترده ابدا، او ترد عليه بطريقة وحشة، او معرفش، او انا ماليش دعوة. لما ربنا يبعت لك حد لازم تساعده، لان من كان في حاجة اخيه كان الله في عونه. اللي بيساعد اخيه ربنا بيساعده، وكان الله في حاجته. ومن يفرج كربة مسلم في الدنيا فرج الله له كربة في الآخرة. يعني شوف بقى انت بتعمل حاجة. يعني كانت في قصة من قصص برضو بتاعة الأئمة. احنا عارفين ان كان في أئمة دي كانت بعد وفاة الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، كانوا مختصين كده في أئمة مختصة بجمع الأحاديث، بيروحوا يسافروا للناس ويسمعوا الأحاديث اللي أي حد سمع حديث عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام فبياخدوه منه الحديث ده وبيسجلوه بقى في كتاب شامل جامع. فكان في احد الائمه مسافر لحد ياخد منه حديث، فالسفر بتاعه كان كبير جدا، يعني قعد شهور عشان يروح لواحد ياخد منه بس حديث سمعه عن الرسول وهو بيقوله. فالراجل الامام ده لما سافر للرجل ده، فاول ما وصل عنده الراجل يا دوبك شافه، وبعدها راح قال له ثواني، وراح سابه وراح اخد كلب قعد ياكل فيه ويشرب فيه ويراعيه لغايه ما الكلب انصرف مشى. فطبعا الراجل الامام ده استغرب، انا جاي لك بقالي سفر عشان في الاخر انت سايبني وبتاكل وبتشرب كلب؟ فهو راح رد عليه وقال له اراك مستغربا، يعني انا شايفك ان انت مستغرب، انا ازاي سبتك وازاي ما اهتمتش بيك وان انت جاي لي من مسافه، بس المدينه بتاعتنا او القريه بتاعتنا دي ما فيهاش كلاب، ومعنى ان الكلب ده جاي لي ده معناها ان هو جاي لي من مكان بعيد وجاي يلهث من العطش ومن الجوع، فده معناها ان هو قاصد بابي وربنا بعتهولي. فانت عايز حد يبقى ربنا قاصد يعني يبعتهولي ان هو يقصد بابي وانا اخيبه حتى ولو كان كلب؟ فطبعا انتوا شايفين قد ايه الموضوع بجد عظيم، ان هو الراجل بس مرضاش ان هو يخيب ظن حيوان، فما بالك الموضوع بيبقى عامل ازاي مع البني ادم؟ الموضوع كبير جدا وعند ربنا بمكانة كبيرة وعالية جدا. فشايفين قد ايه الموضوع بجد عظيم وكبير، وربنا زي ما قلت لكم قايل فيه يعني قايل فيه كلام كتير قوي ان اللي بيساعد حد ربنا بيساعده في الدنيا وفي الاخرة، واحاديث كتير جدا بتدل على الكلام ده. فيعني اهم حاجتين النهاردة اتكلمنا عنهم هو ان انت تقرب من ربنا قوي، حتى لو انت كنت غافل، حتى لو انت هتصلي بس عشان تنجح في الامتحان،
قرب وصلي من ربنا. حتى لو انت بس هتدعي ربنا وهتصلي الركعتين دول وتدعي ربنا كتير قوي عشان انت عايز الوظيفة دي، وانت اصلا كنت في الاول ما بتصليش، اعمل كده. ما تتكسفش وتقول يا رب يعني انا ما بصليش خالص وهاجي دلوقتي اصلي الركعتين دول عشان ادعي للوظيفة. اعمل كده. ربنا عارف نيتك وعارف اللي جواك، وربنا ارحم بيك من اي حد، وربنا عمره ما تفكيره هيبقى زينا احنا البني ادمين، اللي هو لا انت ما تجيليش وقت ما تكون عايز مصلحتك. لا، ربنا اعز واعلى وارفع من كل ده. فاعمل كده، قرب من ربنا حتى لو في ركعتين بس، حتى لو في دعاء بس، حتى لو عشان حاجة دنيوية بس صدقني اللي بيقرب من ربنا قيراط، ربنا بيقرب منه 24 قيراط. تاني حاجة، قضاء حاجة الناس. صدقني الموضوع ده مهم وكبير، وعند ربنا حاجة كبيرة جدا. شوف كده، اي حد محتاج منك حاجة حاول تعملها له. اي حد يجيلك ويخبط على بابك ما تردهوش حتى بكلمة سيئة، لا، حاول تساعده. لو مش هتقدر حاول تشوف حد يساعده. المهم ان انت تكون عملت كل اللي تقدر عليه، وما تبقاش مقصر من ناحيته في حاجة. وربنا على فكرة اللي بيحاول يساعد حد في حاجة ربنا بييسر له امره. يعني هتلاقي ان انت مثلا عايز تساعد حد في حاجة وانت مثلا مش معاك مثلا ان انت تساعده ماديا او ان انت تساعده في اي حاجة، هتلاقي ربنا بيوصلك بناس عشان تساعد بيها الشخص ده، فربنا هيحل لك الدنيا، ما تقلقش. الحاجتين دول مهمين جدا، هيكونوا سبب في قضاء حاجة ليك عند ربنا نفسك تتحقق. وصدقوني بإذن الله مفيش حد بيرفع ايده لربنا وربنا بيرجعها خائبة. طبعا انا اسفة كتير ان انا طولت عليكم، انا عارفة الفيديو ده طول مني قوي قوي، ولكن بجد كله كلام مهم، كله كلام من القلب، كله كلام محتاجين كلنا نعرفه ونسمعه. يمكن مش كتير بنتكلم في الفيديوهات بتاعتنا عن التقرب لربنا، ولكن احنا ان شاء الله هننزل كل سبت وخميس فيديو جديد، وهيكون مرة فيديو ازاي نوصل للنجاح وللفلوس، وازاي نشتغل اماكن الشغل اللي نلاقيها وحاجات كتير قوي. ومرة فيديو تاني هيكون في ان احنا نقرب من ربنا اكتر، ازاي نعمل ده من غير ما نحس، لكن هنتعلم بخطوات بسيطة قوي. حتى لو بحاجتين او حاجة واحدة بس في كل فيديو نعملها تقربنا سيكة حتة لربنا. وربنا يتقبل مني ومنكم يا رب، ويجعل الفيديو ده في ميزان حسناتي وحسناتكم. اسفة مرة كمان ان الفيديو كان طويل. هستناكم ان شاء الله بإذن الله السبت الجاي في فيديو جديد. باي.